أن المملكة العربية السعودية كانت غتحتضن في الرياض، غتحتضن القمة العربية الإفريقية. هذه القمة تأجلات إلى أجل غير مسمى محدوش. الناس كيتسائلوا على السبب. الحاضرة وجمهورية قطر العجاز زربوا، عارفين بأنه غتخرج الأمور كما هي، زربوا خرجوا كيقول لك واش دابا انت تأجلات والبوليزاريو حنا نقولوا المملكة العربية السعودية رفضات الحضور ديال البوليزاريو، قالت لا، وكيخرجوا هما كيقول لك نسفنا المشروع ديال المغرب. كيفاش سفتي المشروع ديال المغرب؟ القمة ما دارتش، والسبب هو ان السعوديه قالت البوليزاريو لا ما يكونش، وكيقول لك نسفنا المشروع ديال المغرب. كيفاش المشروع ديال المغرب؟ هنا غنوضحوا واحد النقطه. شنو هي؟ ان اولا المملكه العربيه السعوديه رفضات الاتحاد الافريقي، قالت ليه ما يكونش البوليزاريو. لا، الجزائر حاولت تضغط، ما قدروش يهضروا مع المملكه العربيه السعوديه مباشره، السعوديه قالت لهم لا. اذا نحلوا هذا المشكل. هو الاول. غيقول لي شي واحد كيفاش؟ غنقول ليه في 2016 في المؤتمر ديال حتى هو قمه اخرى كانت ديال مالابو في غينيا الاستوائيه. مالابو هنا كانوا انسحبوا 8 ديال الدول، كانت القمه العربيه الافريقيه، منهم المملكه العربيه السعوديه وقطر والبحرين والامارات، واحد المجموعه ديال الدول حتى اليمن والصومال كانوا انسحبوا. علاش؟ لوجود بوليزاريو. وتم اتفقوا على واحد المساله، وهي انه اذا كانت غتكون القمم الاخرى خاص نعرفوا شكون، بمعنى انهم بتشارك بيناتهم هما اللي كيوجهوا الدعوات اللي غادي يحضر. مره اخرى بغات دار شي مناوره كما داروا في تونس ديال القمه ديال طوكيو، القمه ديال اليابان، القمه الافريقيه اليابانيه، ملي هزوا مشى الوفد الجزائري في الطياره ومع بن بطوش الطائره الرئاسيه، ودخل ونزل الوفد الجزائري ومشى الطياره ضربات الدوره على تونس وعاودت نزلات ونزل بن بطوش. بغاو انهم كيبغيو يديروا نفس المساله. فقال لهم لا، بمعنى بهذه الطريقه هذه خطه اخرى. ولكن النقاش اللي بدا شنو هو؟ اللي بدا وسط الاتحاد الافريقي دابا، هو بدا هذا النقاش، تذكروه مزيان. راه بان بان المسار الطبيعي ديال العمل ديال الاتحاد الافريقي في الشراكات مع الدول فيه مشكل. في الشراكات مع الدول الكبيره، المنتدى الافريقي الياباني، المنتدى الافريقي العربي، كذا، بان بانه فيه مشكل. علاش كاين مشكل؟ المصالح ديال الاتحاد الافريقي بسبب البوليزاريو، بسببه ولات المصالح ديال الاتحاد الافريقي كتضر. علاش؟ لان مجموعه ديال الدول كتقول لهم ودي لا، هذا ما يحضروش هنا. وهنا كاينه مجموعه ديال النداءات كتقول لك ودي راه جا الوقت دابا باش يتصحح الخطا اللي دار في عهد ديال منظمه الوحده الافريقيه، نجريو على يطرد البوليزاريو. اذا هنا بان يطرد. علاش؟ اولا المصالح ديال الاتحاد الافريقي كما قلت ولا خسر، بغى يدير شي شراكات كاين صداع بوليزاريو. ثانيا الوجود ديال البوليزاريو في الاتحاد الافريقي اش كيدير؟ اش عنده البوليزاريو؟ اشنو عنده؟ العجاج نايض، اش غيدي؟ الشميطه لوتاد اش غيدي؟ اش غادي يدير لهم تما؟ اش كيدير تما؟ بدا كيطرح هذا السؤال هذا. اش كيدير بالبطوش تما؟ شكون عندهم؟ اش كيدير؟ اشنو كيدير تما؟ مساله اخرى اللي هي خص انتباه لها، الاتحاد الافريقي، الوجود ديال البوليزاريو في الاتحاد الافريقي. دابا نهضروا بالقانون الدولي، فيه خرق ديال ميثاق الامم المتحده، خرق ديال الوجود ديال البوليزاريو، خرق لميثاق الامم المتحده. انا غنهضروا بالقانون. الحاضره ما يفهموش هذا الشيء هذا. علاش؟ لان الاتحاد الافريقي هو تنظيم اقليمي.
هذه التنظيمات الاقليميه منصوص عليها في ميثاق الامم المتحده. لا رجعنا للماده 52 اش كتقول لك؟ كتقول لك الدول الاعضاء الداخله اللي هي موجوده في التنظيمات الاقليميه بحال هذا كذا كذا كذا. البوليزاريو ما عنده علاقه بالامم المتحده، ما كاينش في الامم المتحده البوليزاريو، باش ما يكذبوش شي واحد يجي يخرج يكذبوه مثلا، ما كاينش. كاين هذاك اللي كيسمي راسو ممثل ديال هذاك المقيم في السفاره الجزائريه في واشنطن تما، هو اللي ما كاينش. اذا هنا يتفتح هذا النقاش، خصو يتفتح هذا النقاش. اش كيدير البوليزاريو تما؟ ما كاين البوليزاريو. اكثر من هذا، الاتحاد الافريقي دابا بدا كينتج حوايج اللي كتبين بانه راه كيان هذا الكيان هذا اللي كاين راه مشكل كبير، ولا غيولي الاتحاد الافريقي حتى هو اضحك. علاش؟ ملي كيخرج لك الاتحاد الافريقي كيخرج لك مجلس السلم والامن كيقول لك اودي راه كاينه علاقه بين الارهاب والانفصال والتنظيمات ديال الجريمه العابره للقارات. اش كيعني هذا؟ شنو هذا؟ شكون هذا؟ راه المقصود به البوليزاريو. هذا المقصود به البوليزاريو. ملي كتولي عندك ازيد من 90% ديال الدول في العالم ما كتعرفش شنو هو البوليزاريو، ما عندها علاقه به. 90% يلاه كتبقى جنوب افريقيا شي دول في امريكا اللاتينيه ازيد من 90% لا تعترف. وشوفوا شنو واقع دابا. 40% من الدول الافريقيه، 40% من الدول الافريقيه فتحات قنصليات في الداخله والعيون. 40%. وكاينه هذه 40% اللي فتحات قنصليات، وكاينه دول اللي هي مع السياده ديال المغرب ومازال ما فتحاش قنصليات. هذا 40% اش كتعني؟ كتعني بانه راه البوليزاريو غتحرك، بمعنى تحرك المسطره امشى. في 2016 باقي ما دخلش المغرب، ما رجعش، باقي ما كايناش العوده ديال المغرب للاتحاد الافريقي. شنو وقع؟ 28 دوله دارت عريضه باش تطرد البوليزاريو، الطرد ديال البوليزاريو. 28 دوله. اما اليوم راه كاينه تقريبا 40 دوله فايتين، بمعنى حنا فايتين العدد اللي خصو يغير واحد الماده، يدير واحد التعديل باش يمشي للبوليزاريو بحال. اذا هنا غنشوفوا هنا شو الكارثه اللي داروا الكبرانات، ورطوا حتى الاتحاد الافريقي. ولا الاتحاد الافريقي هذه افريقيا اللي ولات المصالح ديالها كتضرر بوجود واحد الكيان كيدخل من بطوش يدور في راسو تم، كيدور في راسو تم، لابس واحد جالس تم ومع شي مجموعه جالس. اش كيدير؟ الله اعلم، فاهم شي حاجه؟ الله اعلم. جالس يدوي الناس على المناخ، يدخل لهم هو الجزائر ويدخل البوليزاريو. اش كيدير تم؟ اللجان اش كيدير فيهم؟ شنو عنده تم؟ شكون اللي غيمشي للجنه؟ يمشي لها كيك